تخيلوا معايا كده ان المباراة اللي هتحدد شكل ومصير النادي الاهلي ومهمة جدا للنادي الاهلي، الاهلي مش طرف فيها، والاهلي باي. المباراة اللي انا اقصدها هي مباراة الزمالك وبيراميدز، لانها هتحدد بشكل كبير قوي الدوري ده رايح على فين. جماهير الاهلي بتشجع فرقتها، لكن في الماتش ده هيبقى العينين كلها رايحة على ماتش الزمالك وبيراميدز اللي يعتبر ماتش مهم جدا. لان لو الزمالك كسب، الزمالك صاحب المركز الاول عنده 46 نقطة، لو كسب هيبقى 49 نقطة وهيبقى في الصدارة منفردا وبفارق 5 نقط عن اقرب منافسيه. اما اذا بيراميدز كسب صاحب ال 44 نقطة فهيبقى 47 نقطة وهيبقى هو اول الدوري بفارق نقطة عن نادي الزمالك، وهيبقى كل فرقة لعبت ماتشين في مجموعة تحديد البطل. فالسؤال هنا موجه لجماهير النادي الاهلي، يا ترى ايه النتيجة اللي انت تتمناها اللي يخلص بيها ماتش الزمالك وبيراميدز عشان الاهلي يفضل في المنافسة والموضوع ما يبعدش قوي؟ انا عن نفسي اتمنى ان الفرقتين يخسروا. انا عايز الزمالك يخسر وبيراميدز يخسر، حتى لو هيلعبوا بعض الاتنين يخسروا، واعتقد ان خسارة الفرقتين ان كل فرقة فيهم تخسر نقطتين. اتمنى ان كل واحد يشوف الفيديو ده يكتب امنيته من جمهور النادي الاهلي، يتمنى نتيجة الماتش ده تخلص لصالح مين او تخلص ازاي. سلام.